قبوط باللحم على طريقة أمي. نسخن زيت وملعقة كبيرة من مهروس الثوم وحبتين بصل ونقلب لمن يذبلون. ننزل عليهم كيلو ونص من اللحم ونتركه يتعرق. ننزل البهارات الصحيحة وكمون وكزبرة وملح وفلفل أسود ونحمس عدل لين تطلع ريحة البهارات. علبة معجون طماط ونحمسها عدل، بعدها نضيف عصير 4 حبات من الطماط ولتر ونص من الماء الحار ونتركه لين يستوي. عجينة القبوط كوب ونص من الطحين الأسمر، رشة ملح وملعقة صغيرة من الكركم وشوية زيت، ونضيف الماء بالتدريج لين نوصل القوام هذا. العجينة لازم تكون متماسكة وما تلصق معنا. نغطيها ونخليها ترتاح نص ساعة. لحشوة العجينة في مقلة ناشفة ننزل بصلة ونقلب فيها لين تشقر. نضيف عليها نص كوب من الزبيب وشوية زيت، نص ملعقة من اللومي والدارسين والملح. نحمس عدل وتكون الحشوة جاهزة. نفرد العجينة ونقطعها دوائر بهذا الشكل ونحشيها بالحشوة السابقة اللي سويناها ونلفها بأي طريقة نحبها. أنا بالنسبة لي الطريقة اللي سويتها وايد أسهل علي وأخلص بسرعة. بعد ما يستوي اللحم 3/4 استوى، نبدأ